السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا الفطير المشلتت في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هستخدم فيها طريقتين، الطريقة بتاعتنا المعتادة وكمان هعلمك طريقة جديدة إن شاء الله هتكون سهلة جدا عليكي وبسيطة. فتابع معايا الفيديو للنهاية، إن شاء الله هتعملي معايا فطير ناجح من أول مرة. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف الفطير اتعمل ازاي. معايا كيلو دقيق ومعلقة صغيرة من الملح، 3 معالق من السكر البودر، هيدي طعم جميل جدا يعني مالح كده في مسكر. وهقلب كده كل المكونات دي وهنزل عليها بكوبايتين من المية الدافية. طبعا لو احنا في الشتاء هتحطي مية دافية، ولو احنا في الصيف عادي مية من الحنفية مفيش مشكلة. وهقلب كده ودي دوت لجميع الأغراض. انا سايبه نص كوبايه على جنب كده طبعا، لان كل دي بيختلف عن بعضيه. وهنزل بالتدريج بالشكل ده لغايه ما الم كل العجينه، وهخدمها حوالي من 8 ل 10 دقايق كده على سطح المطبخ، والمها بالشكل ده. وبعد كده هقسمها الى 4 فطاير او حسب ما انت عايزه. في ناس ممكن يقطعوا الكيلو على فطرتين يكونوا كبار جدا. انا هقسمها كده الى 4 علشان انا هتبع طريقتين. وهدهن كده صينية زيت، وهدهن وشها زيت، وهريحها حوالي ربع ساعة نص ساعة. وكل ما تريحيها أكتر كل ما هتكون مرتاحة أكتر وتمط معاكي على طول، يعني تشتغل معاكي على طول. بعد ما استريحت ده شكل العجينة كده طرية وملساء وناعمة جدا. أنا هدهن كده سطح المطبخ بالسمنة وابتدي أفردها على قد ما أقدر وأشد فيها كده. وكل ما ترقية اكتر، وطبعا ما يهمكيش اذا اتقطعت معاكي ما يهمكيش. وهدهن وشها بالسمنه كده خفيفه، وهلم العجينه كده في قبل نص التاني، يعني قبل ما احصل يعني مش هجيب حرفها للحرف التاني للاخر، لا انا هجيبها في النص بحيث ان انا ادي لنفسي براح ان انا امط فيها واشد فيها. لان العجينه كل ما تكون رقيقه كل ما تديكي رقات كتيره، وكمان رقيقه ما تكونش معجنه من جوه. انا لميت كده الفطيره بالشكل ده، وهدهن صينيه بالسمن وهحطها كده بالمنظر ده. وده طبعا الفطيره التانيه. هعمل معاكم بقى الطريقه التانيه. انا بفرد العجينه عادي خالص، بس مش بفردها قوي، يا دوبك بس تاخد سطح المطبخ. وهقسمها كده لاربع رقات بالشكل ده، وهاخد كده الرقين اللي على الحرف لانهم تقريبا ما بيكونوش متساويين قوي، وهلمها رول بالشكل ده. وكل ما طبعا الف رول كل ما اشد فيه العجينه وامط فيها بحيث ان هي تترقق معايا بكل سهوله. الرق التاني وهحطها في الرق التالت رول بالشكل ده. وكل ما انا بلف كل ما بشد في العجينة بالشكل ده لغاية ما اخلص الاربع رقات. وفي صينية مدهونة برضو هحطها زي ما هي كده، وبرضو في النهاية هفردها عادي خالص. دي الصينية الاولى اللي انا عملتها. طبعا الصينية الاولى اللي انتي ابتديتي بيها او عملتيها اول واحدة هي ديت بتدخليها الفرن اول واحدة. وطبعا عليها الكيس النايلون كده بالشكل ده، وادخلها على فرن حامي جدا ويكون سخن جدا يعني على اعلى درجة عندك. واحطها في الرف اللي قبل القعدة على طول على اعلى النار، يعني اعلى درجة. ومش هشغل الشواية غير لما احس ان قعر الفطيرة احمر معايا. طبعا ده شكلها في الفرن بتنتفخ معايا، وده دليل على ان هي ناجحة ما شاء الله معاكي اول ما تنتفخ. بعد ما طلعت من الفرن دي اول واحدة هقطعها كده معاكم. ده شكلها. لو انت عايزة الوش من فوق يعني ما يطلعش معاكي بسهولة ممكن تدهني وشها بالسمن. رقيقة جدا معايا. ده شكل الفطرتين التانيين اللي هم عملتهم بعد كده. ودي اللي هي الرول اللي انا عملتها معاكم فردتها زي ما هي كده. ده شكلها كده في الفرن منتفخة معايا، بس تقريبا الكاميرا مش جايباها وهي منتفخة قوي يعني، ولكن هي منتفخة جدا جدا في الفرن، وده دليل على نجاحها.
هطلعهم ويا دوبك سبتهم يرتاحوا حاجة بسيطة بالشكل ده. ما استخدمتش سمنة كتيرة، انا طبعا دهنت وشها سمنة عشان ما تتكسرش معايا بسهولة. استخدمت بالظبط كوباية سمنة ومعاهم 50 جرام، يعني بالظبط 300 جرام من السمنة، يعني ما هدرتش في السمنة، الكيلو بياخد 300 جرام. هقطعها بقى معاكم بالشكل ده رقيقة جدا، وكمان الرقات بتاعتها رقيقة جدا مش تخينة، وكمان مش معجنة من جوه. ده شكلها النهائي. ان شاء الله تعملوا الفطير وينجح معاكم بالطريقة اللي انتي عايزاها تعملي بيها. والسلام عليكم ورحمة الله.